أهلا بيكم. معاكم أحمد الحارس، وهنا بنتكلم عن إزاي تحسنوا من العلاقة كل يوم عن اللي قبله. استمتعوا بحلقة النهاردة. كانوا زمان كده في جملة مشهورة في الأفلام يقول لك إيه زي ما دخلتوا بالمعروف تخرجوا بالمعروف. حلو. إحنا هنا الأيام دي افتقدنا الدخول بالمعروف والخروج بالمعروف. للأسف ليه لا مع بقينا أول مشكلة بندخل بنحصل من لا بقينا بندخل بمعروف ولا بنخرج بمعروف. هندخل بالمعروف إزاي؟ إحنا دايما الجملة دي دايما مرتبطة بالانفصال. إحنا هنا بقى عايزين نفصصها نجيبها من كده. الناحيتين. الدخول إزاي بالمعروف في الأول. ادخل بالمعروف إن أنت أولا عارف، كل طرف عارف حقوق الطرف التاني عليه. مش أنا داخل عارف حقوقي بس ومش عارف حقوق الطرف التاني. كل طرف يكون عارف الطرف التاني إيه حقوقه عليه. تاني حاجة إن أنا وأنا داخل بختار اللي ينفع إن أنا أتعايش معاه، سواء راجل أو ست. يعني الراجل بيدور على واحدة تنفع له كزوجة، والست نفس الكلام بتختار واحد ينفع لها كزوج. طب هو هنا بتفرق ينفع وعاجبني؟ طبعا. إحنا مش بنقول إن الراجل أو الست ياخدوا اللي ينفعوا كأزواج وبالضرورة يكونوا مش عاجبينهم، لأ. لكن يكون فيه الحد المينيمم. دلوقتي للأسف ما بقاش الناس بتدور على الحد المقبول، بقى لازم الحاجة الإكستريم جدا، اللي هو أنا عايز واحدة مش عجباني وبس، لا أنا عايز واحدة من أجمل 3 في العالم. طيب ماشي، هل ده بالضرورة؟ لا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما اتكلم كل اللي قاله إيه؟ قال إذا نظر إليها سرته. يعني إيه؟ أنت شايفها حلوة، أنت شايف إن هي بالنسبة لك مناسبة، ونفس الكلام بالنسبة للست. أنت شايفة إن الراجل ده بالنسبة لك مقبول. لكن المواصفات الغريبة اللي بقى الراجل والست بيدوروا عليها دلوقتي خلتنا أساسا مش بنبدأ بالمعروف، احنا بنبدأ بتوقعات غريبة وعجيبة على كل الأصعدة. ولكن بما إن احنا بنتكلم في حتة الشكل دي في ناس كتير بتدور على مواصفات مش بالضرورة يكون هي الأساس اللي يبني في عليه. هنا الأهل ساعات بيبقى ليهم تدخل غريب جدا. اللي هو إيه هم شايفين إن العروسة ديت مش عاجباهم لابنهم، او ان اهلها او إن ام العروسه شايفاه ان انت شكلك مش مناسب، مش لايق على شكل بنتي. احنا هنا مش بنجمع، الاختيار. احنا انا اسف في الكلمة والله يا جماعة، احنا مش بنجمع جوز جزم يا جماعة ولا بنعمل طقم. في جوازات بتبوظ بسبب ما هو ان ده. الام رافضه ما هو معنى ان كده مرات ايه؟ ابنها ان احنا تبقى مش سمرة مثلا، ماشي. او ان الزوج يعني. ما دي ليلة سيئة جدا. دي ممكن نبقى نفتحها في حلقة لوحدها. ما هو اللي داخل بقى الموضوع ده التصنيفات هنا. دي. يعني كده البدايه ما بقاش فيها معروف، انت ايوه، ما هو بتحكم ده اللي على انا بني بقولك ادم. عليه. انا قصدي ان التصنيف اللي انت قلتيه ده مصيبة. اصل اولا واخيرا انت بتبني او الاهل بيبنوا جوازة ابنه او بنتهم على ايه؟ ان فيهم شكل مش عاجبهم. انا مثلا عايز ان احفادي، يعني في مقوله شهيره بتقول لك انا عايز احفادي يطلعوا معلش حلوين، طب انا وانت من حقي هتعرفي ان منين؟ انا ما وانت اخدش لا، حد بالمناسبة هو كده. مش من حقك. ثانية بس، حلوة قوي الكلمة دي. لا كأب وأم لا، مش من لا، حقك. ما هو انت عشان انت ابني او انت بنتي لازم تطيعيني. أنا اللي أختار. لا 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 لا، مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده يا جماعة؟ أنا اللي أختار. مش معنى كده إن أنا أختار غلط وأقول لأهلي أنا آسف في الكلمة اخبطوا دماغكم في الحيط. لا، بس أنا اللي بحدد كراجل أو ست. يعني أنا بالنسبة لي الشخص ده مقبول شكله ولا لا. مش انت كوالدي او انتي كوالدتي اللي تقولي لي لا ده مش حلو فما تاخديهوش عشان انا عايزه احفادي يطلعوا بالشكل الفلاني. مش بتاعتكم اصلا. وايه اللي عرفكم اصلا هم هيطلعوا ازاي؟ وليه تدوا لنفسكم حق مش بتاعكم؟ وليه بعض الناس معتقده ان ده يعني حاجه موازيه للعقوق؟ اه لا، مش حاجه وفي موازيه في بقى بتبقى للعقوق. جمله تانية مرتبطه اللي هو ايه، طب خلاص. اعتقد ان النقطه دي بتحصل مع الراجل، اللي هي طب خلاص احنا مش هنساعدك، اتجوزها مش دي اختيارك. ما احنا عندناش مش ما عاجبنا هو. شكلها، اتجوزها انت مش هنساعدك ولو في امتيازات كنا لا جايب اله ده الا بيحصل الله، في انا الحقيقه. معاكي. انا اللي بتكلم فيه ان هو ده اللي احنا بنقوله، ان الناس دي مش بتدخل بمعروف. ازاي انا بحاكم الناس على اساس شكلها؟ يعني زي الكلمة المشهورة اللي تملي بتقول أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ هو مين اللي خالق؟ مش ربنا؟ اه وابنك جاي بيقولك أنا فلانة دي عايزها، أنت عايزة إيه تاني؟ انا شايفاها مش مناسبه له. مش مهم اللي حضرتك شايفاه والله. مش مناسباك أنت ليه؟ أنت اللي هتعيشي معاها؟ لأ. أنت اللي هتتجوزيها؟ لأ. أنت اللي هتخلفي منها؟ برضه لأ.
فالحتة دي من البداية غلط. الأهالي اللي بتعمل كده انتوا بتظلموا عيالكم، سواء راجل أو ست، ولد أو بنت. لان هو هنا بيحطوا ما بين اختيارين، يا اما يختار يضحي الله ينور عليكي. بسعادته ويختار. واختياره اللي احنا متفقين انه مش غلط، اختياره اللي احنا متفقين ان ما فيهوش حاجة لا عيب ولا حرام، ده اختيار مباشر. انا شايف فلانة جميلة وعايز اتجوزها، وصاحبة دين ومحترمة واهلها كويسين وكل اللي انا بدور عليه موجود. مش منطقي ابدا ان ابويا يجي يقول لي لا بس مش حلوة، او امي تيجي تقول لي لا بس مش حلوة. انتوا هو هنا بيظلم انتوا مش ثلاثة. بتاعتكم. هو بيظلم أولا، بيظلم نفسه، وبيظلم صح. الشخصية يعني هو ممكن يضحي بسعادته. في صح. بقى طرف جديد هيجي، العروسة بقى المناسبة من وجهة المناسبة بقى نظرهم، هيبقى اخدها فهيفضل طول لمجرد. عمره مش بالظبط كده. حاببها، لأن هو في واحدة تانية، في موديل بالظبط. عنده هو مش عارف يجي. ويعني الرفض اللي جاله من اهله غير منطقي، فما هو ما قبلوش. فبداية ان احنا كده داخلين اساسا بالعقلية دي، احنا كده مش داخلين معروف. فزي ما قلنا ان هما الاتنين يكونوا عارفين حقوق بعض على بعض، مش انا عارف حقي لكن مش عارف ايه الواجبات اللي عليا. دي من اهم الحاجات ان لم تكن اهم الحاجات، عشان فعلا انا اكون داخل بمعروف، وان انا اكون اخد حد انا هعرف ان انا اتعايش معاه، حد انا حاطه ان هو اللي بيساعدني في كل حاجة في حياتي. تالت حاجة ان الاهل ملهاش اي علاقة بالكلام ده. ما ينفعش ان الاهل يقولوا كلمة زي دي، لا اصل هي مش حلوة، اصل هو مش جميل، اصل معرفش ايه. الكلام ده كله مش صح، البداية بتاعته اصلا مش صح. فلو يعني بدأنا بالطريقة دي يبقى كده احنا بسم الله الرحمن الرحيم داخلين بمعروف، ان انا عارف الحقوق والواجبات ودورت صح واخترت صح والاهالي تمام وكل حاجة مية مية. الجانب الاخر بقى اللي هو في اغلب، مش اغلب، هو تقريبا في 90% من المشاكل لما بييجوا ينفصلوا، الناس اللي دخلت بالطريقة اللي احنا لسه قايلينها دي، اولا الانفصال شبه غير موجود عندهم. شبه غير موجود عندهم. يعني ايه؟ يعني ده كأساسا كاختيار مش مطروح، لان الناس دي دائما وابدا عايزة تصلح. يعني الأول اللي بيبقى دايما نيته من الأول إن هو داخل على انا عايز المعروف. اتجوز، وهي بتقول نفس الكلام، انا عايز اتجوز، انا مش يعني هي مش فترة وهتعدي، لا انا عايز ابني حياة وهي عايزة تبني حياة. الناس اللي دخلوا بالطريقة دي مش بيبقى ده خيار مطروح، ده بيبقى يعني شبه مستبعد، لان هم دايما عايزين يحسنوا من ساعة ما دخلوا. وكل واحد فيهم بيحاول يتعلم صفات التاني وطباعه عشان يقدر يتعايش معاه ويعمل له اللي يريحه، والكلام ده من يعني الطرفين. ينفع كمان إن كمان المعروف يبقى في الفترة اللي هي مش بعد يعني هي لا الفترة ما هو بين المعروف، ما الجواز هو ربنا بيقول ايه؟ وصاحب وعاشرهن الدنيا معروف. عاشرهن يعني ايه؟ في فترة ما انتوا قاعدين مع بعض. يعني حتى في دي اه كمان المعروف طبعا. شغال. دائما. انتوا الاتنين طول ما انتوا عايشين المعروف موجود. ما ينفعش ان انا بدور عليها في البداية والنهاية بس، طب واللي في النص؟ الناس اللي دخلوا بقى بالطريقة دي تملي بيكون رايحين ان لا انا كل شوية عايز اغير، كل شوية عايز احسن، كل شوية عايز احسن من نفسي عشان اطلع افضل نسخة من نفسي للشخص اللي معايا، سواء الراجل او الست، الاتنين بيعملوا نفس الكلام. فاساسا حتة ان هم يفرقوا بالمعروف مع انه معروف بس هم مش عايزينه، انا مستبعد دي خالص. ولكن تعالي بقى نروح لأسوأ الفروض. الناس اللي دخلت كويس دي جاية دلوقتي بتقول احنا هنفترق. الناس دي في فترة خروجها من العلاقة بتبقى أفضل بكتير من وقت دخولها في العلاقة. ليه؟ وأنا في بداية العلاقة إحنا لسه ملناش على بعض أي فضل، صح؟ اه لا عشنا ولا مرينا فما ولا بقاش ولا في ما ولا بيننا يعني. مفيش. لكن بعد في اللحظة بتاعت انتهاء العلاقة بقى وإحنا بنخرج بالمعروف، كل واحد فيهم فاكر الآية اللي ربنا بيقولها إيه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. ايه بالعكس، دي اكتر بقى واحدة يعني بيتم فيها تجميع او انتقاء جميع الصفات السيئة ما هو ده مش المعروف. والندبات اللي حصلت صح. والدروبات اللي حصلت، وكان صح. بيعمل وكان بتاع. ما هو ده مش مش هنا. الخروج بالمعروف بقى. هو انا لازم الاقي مبرر عشان امشي. لا خالص. مش بالضرورة إن أنا بستخدمها كمبرر، أنا ممكن ألاقي سبب. في ناس بتكون عملت كل ده
وحاولوا ان هم يصلحوا وعملوا كل شيء، ولكن وصلت ان هم مش قادرين يتعايشوا مع بعض. ممكن يفترقوا، ممكن يفترقوا، لكن ان انا استخدم شوية حاجات عشان ابرر قرار ان احنا هنفترق، لا ده اللي غلط. فالناس اللي بتيجي بقى اختارت بالطريقة اللي اتكلمنا عليها، يوم ما بيجي فعلا ان هم عايزين يخرجوا من العلاقة، بيبقى بمنتهى الرقي، لان فعلا ما في كانش ناس بينا موجودة زمان. كده يعني، ولا دي مثالية حالمة؟ لا، هي مش مثالية حالمة. المشكلة ان كل انسان بيعتقد ان العالم هو دايرته. بس كام حد فينا من الدايرة اللي ما هو ده، حواليه، كل هي حد دي فينا عنده حد هي دي مر بالتجربة، وتلاقي فيه النقيض، ما هو تلاقي الغريب الست بقى، الغريب ان زي ما كنت لسه بقول لك، كل واحد معتقد ان العالم هو دايرته. دايرته. فالانسان اللي حواليه ناس ما اتجوزوش صح، ولما افترقوا بطلاق ما اتطلقوش صح، معتقد ان هو ده العالم، لانه ما شافش اي حاجة تانية. خصوصا ان التجارب دي محيطة بيه، ما فقريبة، هو ده وهو قصدي، ما هو شافها عشان كده وحضر اسمها، عشان كده اسمها دايرته. فعنده مصداقية لتصديقها، لان انا اوريدي وحقيقة، شايفها. لكن ما تعتقدش ان ده العالم. دي اه دايرتك انت، او دايرتك انت. دي الناس المحيطة بيك انت، او الناس المحيطة بيكي انت. على الجانب الاخر ممكن يجي له حد بيكلمه يقول له لا بالعكس، انا الحمد لله الدايرة اللي انا موجود فيها حصل 1 2 3 4. فما ينفعش ان واحد مجرد ان احنا بنقول ان في حاجة بعينها بتحصل، انت دايرتك مش موجود فيها الحاجة، ان تيجي انت تقول لي ده كلام مثالي. لا، مش كلام مثالي. ما تبررش لنفسك انك مش عارف تطبقه في انك تقول ان الكلام مثالي. لا، قول انا مش عارف اطبقه. خلي المقياس اللي انت بتعرف بيه الكلام ده ايه، انك تشوفه هو صح ولا غلط. وخاصة لما نقيسها على معيار الدين. ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اي حاجة ربنا كلفنا بيها نقدر نعملها، وينفع تتعمل وتطبق. فلو حد جاي بيقول لك حاجة، لما جيت تشوفها على الميزان ده لقيت ان ربنا بيقول عليها وانها ينفع ان هي تطبق، قول انا مش عارف اطبقها. لكن ما تجيش تقول ده كلام مثالي، لان المثالية معناها ايه؟ ان انا دائما وابدا عايز حاجة بلا اخطاء، ما بتغلطش. مفيش حد ما بيغلطش، ولكن مش معنى ان انا بغلط اني مش بسعى ان اجيب 100%. ومش معنى ان انا اللي ده حواليا في دايرتي الناس يعني ما فيش عملوا المثال ده، بقى، الله ينور فاقول ان عليك، المثال ده لا، مش ده موجود. مش موجود زي اصلا. دي مغالطة منطقية بيسموها مغالطة الغراب الابيض. يقول لك بما ان انت ما شفتش غراب ابيض، وكل الغربان اللي بتشوفها سود، فتقول ما فيش غراب ابيض. لا، انت ما تعرفش في غراب ابيض ولا لا. قول كل الغربان اللي انا شفتها سودة، لكن ما تقوليش ما فيش غراب ابيض، لانك ما تعرفش. ما ينفعش لعدم وصولك للحاجة تقول ان هي مش موجودة. انت كل اللي انت بتقوله انك ما تعرفش فيه ولا لا. فما تعتقدش ان الكلام اللي بيتقال كلام مثالي، خاصة اذا اتقاس على ربنا بيقوله. لقيت ان ربنا بيقول الكلام ده، لان ربنا ما بيكلفناش باي حاجة ما نقدرش نعملها. كل اللي حوالينا ما بقوش بيعملوها، ايوه، يبقى ما بينفيش عدم مقدورة الله ينور عملها. عليكي، الله ينور عليكي. كون ان اللي حوالينا مش بيعملوها ما بينفيش انها لازم تتعمل وينفع تطبق. ودي اهم كلمة، انها ينفع تطبق. كل كلامنا الحمد لله رب العالمين مش بيدعو للمثالية، ولا بنقول ان احنا في المدينة الفاضلة، لكن بنقول ان في حاجات كتير ما بقاش الناس بتعملها دلوقتي، اذا عملوها هتحسن الوضع. فما تجيش انت لمجرد ان اللي حواليك ما بيعملوش تقول لي لا الكلام اللي انت بتقوله ده هو اللي ما ينفعش. هي ممكن لا، تكون حاجات تقيلة على اشخاص معينة ان هي تعملها، هنا بقى، لكن هي هي دي بتتعمل هي واعتقد زي دي ما احنا بنشوف نماذج، لو الحمد قعدنا كده لله دورنا على حد حوالينا على طول موجودين. هتلاقي في نماذج كويسة، وزيجات بتكمل، ده في زيجات بتكمل بسنين كتيرة، انا مش ونكتشف بعد بحب كده. ان انا اتكلم عن حالات او عن ناس انا اعرفها، ولكن الواحد بيشوف في حياته حاجات بيبقى مستغرب هو الناس دي بتتصرف كده ازاي. حاجات يوم ما يعني يوم ما يجي الوقت ان انا ممكن احكي عنها، الناس هتقول ان انت بتتكلم عن ناس مش في الزمن اللي احنا فيه. شفت حاجات بعيني وعشت مع ناس حاجات. قمة الكلام اللي احنا بنقوله لا يساوي شيء عند اللي الناس دي بتعمله.
اقصى على فكرة حاجه احنا هو ده قلناها. اللي احنا محتاجين نعمله، ان احنا محتاجين نفضي كوبايه شويه ونمليها بنماذج كويسه، ايوه. عشان يبقى الواحد عنده رفق اللي هو ايه، ما هو فلانه دول قعدوا 15 سنه اصل كملوا. عارفه. اصل احنا دلوقتي كل اللي قدامنا ايه، لا 3 شهور واتطلقوا، لا الحقوا صح. قبل ما تجيبوا عيل وتظلموه. صح. بس في زيجات تانية كملت 15 16 سنه اكتر والله العظيم. وحاولوا يعملوا، ممكن ينفصلوا بعد ارقام. كده بس حاولوا. يعني صح. احنا محتاجين ان ده بقى اللي يبقى الريفرنس بتاعنا. المشكله ان الناس اللي بتبقى دايما بتحاول تصلح ما بيتسمعش صوتها. بيتسمع صوت مين؟ اللي بيحبوا خناقات. الجعجعه. الجعجعه. مم. لكن الناس اللي فعلا بتحاول تصلح ما بيسمعش صوته، لانه مش شاغل نفسه باللي حواليه، هو شاغل نفسه بنفسه، ان انا كل يوم عايز اكون احسن من اليوم اللي قبله. سواء الراجل او الست بيدور هو كل يوم ازاي يخليها اسعد من اليوم اللي قبله، وهي نفس الكلام بتدور كل يوم ازاي تخليه اعتقد ان في اسعد من اليوم كل اللي عيله قبله. اكيد هنلاقي فيه زوج الحمد وزوجه لله. كويسين انا يعني. ما انا بقول يعني هو كل هي واحد كده يبص كده في اللي حواليه، دائما. نسيب بقى الوحش شويه ونركز كده ايوه. مع الناس الكويسه دي بتعامل بعض ازاي بس دايما الانسان بسبب ان الشيطان قاعد جنبه بيخليه يركز على الحاجه الوحشه. في المثال الجميل اللي هو بتاع المدرس اللي دخل للطلبة بتوعه معاه يعني قطعة قماش كبيرة بيضة وفيها نقطة سوداء. أول ما حطها قدام الطلبة كلهم وقال لهم شايفين إيه؟ كلهم قالوا شايفين نقطة سوداء. محدش فيهم شاف إن كل ده أبيض وفيه نقطة سوداء. بالظبط. إحنا طبيعتنا كبشر كده. مم. فاللي الواحد بيتكلم فيه إن لا يا جماعة الدنيا فيها الحمد لله حاجات كويسة، وفي حاجة اسمها إن أنت تدخل بمعروف وتخرج بمعروف. تخرج بقى بالمعروف إن أنت او تأدي انوي ان الحقوق. انت تبقى انت النموذج طبعا الكويس ده اللي لازم. اللي لما يشوف حد يقول لك لا والله الله ينور ده الدنيا لسه لسه في ناس. بخير، الله ينور عليك، الدنيا لسه بخير. انت بتخرج بالمعروف ازاي؟ ان انت بتأدي الحقوق وبتفتكر الفضل اللي كان بينكم سواء راجل او ست. انت بتديها كل الحقوق بتاعتها، ما بتذكرهاش بأي حاجة وحشة، حتى ولو انت بتطلقها بسبب حاجة وحشة ما تذكرهاش بالكلام ده. وهي نفس الكلام، انتوا الاتنين بتذكروا محاسن بعض، وكل واحد فيكم عامل للفضل اللي ما بينكم لا حساب. هم السوشيال ميديا والفيسبوك دي بقى وبقى المشكلة. والدعاء والجروبات بالظبط. والتلقيح وفلان اللي فلانة كل ومش ده عارفة ايه كل ده واللي كانوا هيتحاسبوا عليه. بيعملوا كل ده هيتحاسبوا عليه. الهدف ان وده برضو انت. ليه ضريبة، ايوه. ان بيخلي فرصة الرجوع اصعب. ما خلاص بقى احنا يعني زي ما اصل وارد ان المشكلة تحصل ونعرف صح. نرجع، لكن لما صح. نقعد يعني ننشر بره الغسيل. كده ايوه ونتخانق خلاص هرجع الرجوع ازاي؟ بيبقى صعب. انتوا ممكن لان ترجعوا لان لان بس وقتها بقت كرامة بقت دلوقتي. خلاص بقى، وتدخل فيها اهل وفلان بيشتم لا لا فلان لا سيبك وفلان من الاهل، بيعمل احنا فلان. بنتكلم طلعت في الشارع، احنا مش بنتكلم كاهل. ما هي الاهل بتتشتم على على الفيسبوك طب ما وعلى خلاص بقى كله بقى انتهينا. وتلقيح وبيعمل انتهينا. وبيسوي. انتهينا. ده كمان بيصعب فرصة الرجوع. صح. صح جدا والله اعتقد انه الكلمة دي بيخلي ده كويسة حتى لو جدا. رجعوا هيبصوا لبعض ازاي، ما احنا شاتمين بعض. ويا ريت احنا ما شتمناش احنا بس. حتى الناس اللي حوالينا اللي هو هترجعي له ده انت كنت لسه بتقولي عليه كذا والناس اللي حوالينا غالبا برضو اتشتمت. والناس طب هتبص لنا بص اللي وبعدين؟ هو طب ما انتوا يعني طب جبتوا وبعدين لنا الكلام. بالظبط. وفي الاخر انتوا عايزين تعملوا هتبصوا لبعض ازاي و فانت لما بتيجي تخرج بالمعروف بتفتكر الفضل. يعني حتى بتعمل الخروج الحقوق. بالمعروف بيسيب باب للرجوع. طبعا. لان الطريقة كانت كويسة. طريقة كانت كويسة. في ناس بعد ما بتطلق خلاص هو مطلق بيجيب هدايا للولاد، وبيجيب هدايا لأم الولاد اللي هي كانت زوجته. هو مش بيجيب لها ان هي زوجته يعني بس، كده ان دي هي ام بقت خلاص، ما هي ولادي. كده كده ام ولاده فخلاص ام يعني. ولادي، فحتى وانا رايح اجيب للولاد هديه لا برضو ما هي امهم. فبجيب لها هديه، ومش بيجيب لها هديه عشان عايز يرجع ولا بيتقرب ولا مجرد ان انت مكانتك انك ام ولادي. فوانا بجيب للاولاد بجيب لك انت كمان. فالكلام ده موجود وتطبيقه سهل. جدا. لكن البدايه تملي يعني لازم مثلا ان ايه انا ابقى الصعوبة بدات. في لقطة بسيطة زي ما انا دي؟ بقول لك بس الناس اللي بتفكر كده هي اللي بدات بالمعروف. لما بدأ بالمعروف وكمل بالمعروف، لما جاي ينهي أنهى بالمعروف. فهي عمرها ما بتيجي كون فيكون. كل حاجة ليها بداية ونهاية وحاجات بنعدي بيها في النص. احفظوا لبعض الحاجات اللي عديتوا بيها في النص، وادخلوا واخرجوا بالطريقة الصح. ويا رب ما في أي حد يخرج من أي علاقة كويسة ترضي ربنا، ولكن الإمكانية موجودة. اللي بيختلف إحنا بنخرج إزاي.
ده اللي بيحدد انت وانتي اشخاص دخلتوا بالمعروف وخرجتوا بالمعروف ولا لا. من وجهة نظري كده ان اكتر معروف ممكن بني ادم يعمله في نفسه في العلاقة ان هو ما يسمعش لحد، ما لا، يسمعش للي حواليه. ثانية واحدة، في فرق ما بين ان انت تسمع لحد وانك تستشير. لا، تسمع اللي هو يعني اه مثلا لقطة مثلا زي الهدية دي، ما لو ترميش ودانك. اتحكت لحد ده بيعمل كده عشان يرجع، ما ده انا بقول بيعمل لك كده، اهو، ما فبيبقى ترميش حتى لو ودانك. التأثير كان صح كويس ممكن بسبب كلمة انا سمعتها صح، ايه ده، لا ازاي، فتتحول الموقف من كان من يمكن حلو ممكن بداية حاجة لوحش. كويسة او بالظبط، ما افضل انا معروف عشان كده لان بقول لك فرق ما بين ان انا اخلي الاستشارة، لا انا وداني، الاستشارة ايوه، واستشارة اهل. انا قصدي فرق ان انا اخلي وداني بتسمع اي حاجه وتاثر عليا. ده من الاول بقى اصلا. فلتر بقى، حط فلتر ايه اللي ينفع يعدي. النصايح كتير وفي نصايح كويسه جدا جدا، وللاسف في نصايح بتودي في داهيه. لازم يكون في فلتر، انا بسمع ايه وبسمع لمين والنتيجه بتاعته اللي ايه. انا هو ده التلاتة دول، لقيت ان التلاتة دول كويسين توكل. فزي ما انت بتقولي ممكن فعل يكون اساسا كويس يتقال عليه كلمة مش كويسة يبوظ الفعل بوظ نفسه، الفعل فما بالظبط. ينفعش. بيعمل كده عشان يجيب لك الهديه، انتوا عايزين ترجعوا، انتوا هترجعوا، انتوا بالظبط، هتفتكري. ممكن يكون دي اللفته شياطين دي بقى. كانت الكلام بدايه، الكلام اللي بيقولوه ده اللي انت بس بتقوليه موجودين دول شياطين. للاسف. للاسف موجودين. فاحنا زي ما بنقول ان في حاجات وحشة، لما بنتكلم عن الحاجات الكويسة موجودة، وفي امثلة اكتر بكتير من اللي احنا بنتكلم عليه، لدرجة ان احنا نفسنا بنستغرب هو في ناس بتعمل كده. يا جماعة في ناس بتعمل كده، في ناس بتدخل بمنتهى المعروف، ولا قدر الله إذا خرجوا بيخرجوا بمنتهى المعروف. باذن الله يبقى الجواز اوله معروف، وان شاء الله ما يكونش ويا رب ما الاخر ان يكون شاء يبقى الله. كله معروف في جواه ما باذن الله ينتهيش. نكمل الحلقات الجايه. بإذن الله يا رب العالمين. ما تنسوش برضه اعملوا شير ولايك وسبسكرايب واستنونا في حلقات جاية باذن الله. بإذن الله.